السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ليه الراجل بيتجوز؟ ليه الست بتتجوز؟ ايه المشاعر اللي الراجل بيحتاجها من مراته؟ ايه المشاعر اللي بتحتاجها الست من زوجها؟ إيه القرآن قال ايه عن الزواج او عن الزوج وعلاقته بزوجته؟ لتسكنوا اليها. سكن يعني ايه؟ سكن يعني بيت. يعني ايه بيت؟ يعني جدران، امان، اطمئنان، حنان. إيه اللي هو مهما الف وادور طول اليوم ويقابلني من صعاب، انا هرجع لمكان الاقي فيه راحتي. تمام. يبقى عشان كده لازم الزوج والزوجه المشاكل ما بينهم تكون قليله جدا ويحلوها بسرعه جدا، عشان يبقى البيت فعلا سكن، راحه. تمام. اقدر اجدد طاقتي فيه وارجع اواجه العالم بتحدياته تاني. تمام. بعد كده العفاف، عشان كل طرف يعف نفسه بالحلال. تمام. عشان كده لازم تهتمي بنفسك علشان زوجك، وانت تهتم بنفسك عشان مراتك. الست كمان بتحتاج تحس تسمع كلام حب. فلو ده برضو جزء من انك تعفها، فسمعها كلام كتير عن الحب. تمام. قول لها ان انت دايما بتحبها وان هي احلى واحدة في نظرك مهما حتى كبرت. تمام. عشان نكون أسرة، زوج وزوجة وأولاد، والأولاد متربيين ومش مسببين لنا مشاكل مع حد. فبالتالي لازم احنا مشاكلنا تكون قليلة، نكون أسوياء نفسيا عشان نقدر نربي أولاد أسوياء نفسيا. طيب ايه المشاعر الراجل بيحتاج يحسها من مراته؟ بيحتاج تكون ليه أم وأخت وصديقة وحبيبة وزوجة. تمام. محتاج يحس كل المشاعر دي. تمام. والزوجة بتحتاج تحس منك ان انت أب ليها وأخ وزوج وحبيب. وبفطرتها بتعامل طبعا الزوج بحنية كأنه ابنها. تمام. لما كل واحد هيحسس الطرف التاني بالمشاعر ديت، بمنتهى البساطة هيبقى صعب انهم يستغنوا عن بعض، لان مفيش حد ما بيحتاجش المشاعر دي عشان الحياة تكتمل. ومجرد ما هنتخانق، لا، هنرجع بسرعة نتراضى ونتصالح. تمام. إيه لو عايزين بقى تسمعوا الحلقة كاملة بتفاصيلها، عشان ازاي بقى كل حاجة ايه التفاصيل اللي تحتيها والكلام بفضفضة اكتر، لو على الفيسبوك هتلاقوه في كومنت في التعليقات، ولو على اليوتيوب هتلاقوها على القناة، وفي ربط بين الحلقتين. اسمعوها لانها حلقة فعلا لذيذة وهتعجب الازواج ان شاء الله باذن الله. وقبل ما ننهي كالعادة نصلي على النبي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.